في حياتنا اليومية ساعات بنمر بمواقف غريبة ومش واضحة. علاقات بتبدأ وتنهار، فرص بتظهر وتختفي، قرارات ناخدها ونلاقي نفسها ما كانتش مناسبة. وفي اللحظة دي بنسأل: ليه ده حصل؟ ليه ده اتحقق بالشكل ده؟ لكن الحقيقة اللي كتير مننا مش واخدين بالنا منها إن ربنا ساعات بيبعت إشارات بسيطة واضحة، لكنها بتعدي علينا من كتر الضغوط والهموم والسرعة اللي احنا عايشين فيها. والقلب لو مش هادي مش هيسمع، وممكن نضيعها. أول إشارة ربنا بيبعتها هي الراحة أو الضيق اللي جواك. لما ترتاح لشيء من أول مرة، أو تحس إن طريق معين مناسب ليك، أو حتى شعور بسيط بسلام داخلي، ده مش صدفة. ده ربنا بيبعت لك ضوء صغير يقولك ده الطريق الصح ليك. وكمان الضيق، لما تحس بتوتر من مكان أو شخص أو عادة، حتى لو مفيش سبب واضح، ده إنذار. ربنا بيحاول يحميك من حاجات كنت هتتعرض لها. ساعات الإشارة دي بتكون أقوى من أي تحذير خارجي. الإشارة التانية، الأشخاص اللي بيبعدوا عن حياتك فجأة. ناس كنت فاكرهم ثابتين وفجأة يمشوا، علاقات انتهت، صداقات طليرت، أو فرص اتقفلت. ساعات بنحس بالخسارة وبالوجع، بس الحقيقة ربنا بيبعد عنك حاجة كانت هتضرك، حتى لو مش فاهم دلوقتي. الإشارة التالتة، تأجيل الأمور أو تعطيلها. ممكن تقدم على شغل أو مشروع ويقف فجأة، أو خطة تتأجل. مش نحس أو سوء حظ، ده ربنا بيجهز لك حاجة أكبر، أو بيحميك من طريق كان هيدخلك في مشاكل أكبر. الإشارة الرابعة، الرسائل اللي بتيجي من غير ما تتوقعها. آية تقراها، كلمة من حد، فيديو يطلع لك، كل ده مش صدفة. ربنا بيكلم معاك في لحظات ضعفك. كل رسالة فيها هدوء، توجيه، طاقة إيجابية وطمأنينة. الإشارة الخامسة، الطمأنينة جوه قلبك رغم الفوضى حواليك. لما الدنيا مليانة ضغط وخوف، لكن في داخلك هدوء، ده ربنا بيقولك أنا معاك، ما تخافش. السكينة دي نعمة، وغالبا بنغفل عنها. آخر شيء مهم، قربك من ربنا والإيمان بالرسائل دي. مش لازم تكون مثالي، مش لازم تكون فاهم كل حاجة، بس لو قلبك صادق واعي مستعد يسمع، هتلاحظ الإشارات وتقدر تتعامل معاها صح. ربنا مش بيطلب منك حاجات كبيرة، مجرد صدق ونوايا صافية، والباقي بيجي مع الوقت. الإشارات دي مش بس تحذيرات، دي دعوات للخير، للبداية الجديدة، للسلام الداخلي. لو خدت بالك منها هتلاقي حياتك بتمشي بسلاسة أكتر، وفرصك بتكبر، وقلبك مستعد يستقبل الأفضل. افتكر دايما، ربنا شايف خطواتك الصغيرة، وبيقدر تعبك، وبيبعد عنك اللي يضرك حتى لو انت مش واخد بالك دلوقتي. اعتمد على نفسك، على وعيك، وعلى إشارات ربنا، وهتكتشف ان كل شيء بيحصل لسبب، وان الحياة ممكن تتغير للأحسن لو احنا جاهزين نسمع.